هي ازاي الناس بتتعامل معايا في الكلية وانا شكلي وحش قوي كده؟ يمكن عشان دمي خفيف. حلوة دي. انا وحشة بس دمي خفيف. تنفع شعري في الكلية. انا وحشة بس دمي خفيف. ايه اللي بتقوليه ده؟ خضتيني. وانتي طلعتيني وحشة قدام نفسي وقدام الناس. انا مش قصدي وحشة، انا قصدي يعني مش جميلة قوي. ومين اللي قالك انك مش جميلة قوي؟ انا يعني مثلا عينيا مش ملونة، مش بيضة قوي، شعري مش اصفر، مش طويل، مش سايح، جسمي مش رشيق قوي. بس حيلك حيلك حيلك. كل الحاجات اللي بتقوليها دي على فكرة نسبية جدا. نسبية يعني ايه؟ يعني مثلا انتي مش شايفة نفسك بيضة بالنسبة لمين؟ ما اكيد انتي ابيض من ناس كتير، واسمر برضو من ناس كتير. انتي شايفة شعرك مش سايح ومش طويل بالنسبة لمين؟ على فكرة يا خوخة انت شعرك ناعم جدا. مين قالك ان شعرك مش سايح؟ انتي بتتكلمي عن حد معين، بتقارني نفسك بحد معين. هو انتي على طول معنداني؟ خلاص يا ستي، عرفت ان انا احلى من الناس، بس برضو انا اوحش من ناس تانية. بالظبط، مش لازم تبقي احسن واحدة في العالم يعني، ولا احلى واحدة في العالم. لكن اساسا مين اللي قالك بقى ان البياض والشعر الملون والشعر السايح والعينين الخضراء هو دي الحلاوة يعني؟ امال ايه بقى؟ دي الحلاوة اللي هم فهموها لنا على الميديا وعلى التلفزيون وعلى المجلات وفي الصور بتاعت البانرز اللي في الشارع. فهمتي يا ست انا؟ ست انا يعني ايه؟ لا دي حاجة مش مهمة كده، هتعرفيها كمان 15 سنة. من الواضح كده ان الدنيا هتتغير جامد لما اكبر. بصي يا ستي، حلاوة الشكل مش في البياض ولا السمار ولا الشعر. حلاوة الشكل في الهندمة والاهتمام بنفسك. لما تكوني راضية كده عن نفسك وواثقة فيها هيبقى شكلك جميل جدا. بس خدي بالك، في شعرة ما بين الغرور والثقة بالنفس. لو اتغريتي هتبقي وحشة جدا. يا سلام، يعني مجرد اهتم بنفسي واثق في نفسي ومبقاش مغرورة هبقى احلى؟ اه طبعا هتبقي احلى شكلا، بس مش هي دي اهم حاجة. عايزين نهتم ازاي تبقي احلى مضمونة، تبقي احلى من روحك من جواكي. ياما ناس شكلهم حلو بس طباعهم تكرهك فيهم وتكرهك في المعاملة معاهم. عايزين نهتم ازاي تبقي احلى من جواكي وتكوني فاهمة كده وواعية. فاهمة وواعية؟ انت بقيتي تتكلمي زي ماما. بجد. هو انت فرحانة ولا زعلانة؟ انا مش قصدي انا ازعلك. لا مفيش، بس في حاجات كده ربنا بيبقى خافيها عننا لحد ما يجي وقتها عشان نعرف نعيش.